عسلامة، أنا حسام. حلم حياتي إني نكون صحفي، لكن ما هيش حاجة سهلة. هذاك علاش قررت باش نكون صحفي عابر للزمان وللمكان، مع بعضنا باش نغطيو حروبات، بناء مدن وتنصيب ملوك. خليكم معنا، التغطية اليوم تبدأ. إذن أعزائنا المشاهدين، احنا في أواسط القرن التاسع ميلادي، ونشاهدوا في أشغال بناء سور ومدينة على ما يبدو كبيرة على ضفاف البحر. عدد كبير من العمال هنا الموجودين في المكان باش نحاولوا نتواصلوا معاهم وناخذوا منهم أكثر تفاصيل على هذا البناء. عسلامة سيدي، مثالش نحكيو معاك؟ اللطف يا ربي، انت شكون؟ شبيك لابس هكا؟ ما تخافش مني، أنا إنسان كيفي كيفك ونحب نسألك شوية أسئلة. يا ودي تطلعش عفريت ولا جن؟ لا خاطيني، أما نحب نتعرف عليك وكهو. أنا اسمي لطيف، واليوم عندنا الصبة متاع البيبان، وامس ذبحنا فرتون، واليوم عاملين زردة. ادخل افطر ادخل. نتشرفوا سي لطيف، لكن كان تحكي لنا انتم فاش قاعدين تبنيوا تو بالضبط؟ قاعدين نبنيو في المدينة الجديدة اللي سمعت باش يسميوها صفاقس. تعرفها الكلمة ايش معناها؟ معناها كيما نقولوا المدينة المسورة. عملنا باب هوني باب بحر، والشيرة الأخرى باب يحل على الريح الجبلي. ما هو الأمير الأغلبي أبو إبراهيم أحمد بن الأغلب كلف علي بن أسلم البكري باش يبني هالمدينة، لمدنا الخدامة وتوكل على ربي. تو لو كان تحكي لنا السلعة والحجر والأعمدة هذه الكل منين جبتوها؟ جبناه من برشا بلايص، اما فما هوني مدينه مهجوره قريبه يقولوا اسمها طينه، مشينا جبنا منها برشا حجر واعمده. يعطيك الصحه سي لطيف. شنو تحب تقول للناس اللي باش تجي وتسكن في المدينه هذه؟ اولا نحب نقول هذا المشروع لفائدتك فحافظ عليه، وثانيا احنا تعبين برشا في الخدمة. نتمناو الناس اللي تسكنها تعمرها وتزينها وتستحفظ عليها وترد عز البلدان، وان شاء الله اللي باش يسكنوا فيها يحاربوا عليها وما يسلموش فيها لاخر الدنيا. كالراي وعالم قصدي نمشيله ونزور ممكن